كل التحية والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة، الإمارات التي عودتنا على مدار السنوات كثيرة أن تكون بجانب شعبنا. وهناك أنا أعلم أن هناك تفكير مركز لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة. لذلك كل من يقدم وكل من يفكر بأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، كل من يفكر في أن يكافئ هذا الشعب ويقف ويدعم صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، علينا أن نحييه. ولذلك لا يفوتني أن أحيي النائب محمد دحلان الذي فكر في هذه اللجنة وقدم وساعد كثير من أبناء شعبنا. ولكن نحن أيضا بانتظار أن تكون الإمارات كما عودتنا أكثر دعما وسندا لصمود شعبنا ومكافأة على هذا الصمود الذي يقود شعبنا من خلاله المعركة التاريخية باسم الأمة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم.